بيقرر دالتون انه يقبل عرض فرانكي، بيقرر انه يسافر على مدينة جالاسكي. واول ما بيوصل دالتون لهناك بيسأل بنت صغيرة شغالة في محل كتب اسمها تشارلي عن الحانة بتاعت فرانكي. بيخرج من المحل واحد اسمه ستيفن وبيكون ابو تشارلي، وبيسلم على دالتون. بعدها بيوصف له الحانة، واول ما بيوصل دالتون للحانة بتنبسط فرانكي اول ما بتشوفه، وبتعرفه على لورا وبيلي اللي شغالين في المكان. وبيستغرب دالتون لما بيشوف الحانة لانها بتكون مكان هادي وجميل، بس ما بيستمرش الوضع ده لوقت طويل. وبتقوم خناقه في الحانه، دخل بيلي علشان يفض الخناقه ويطردهم بره المكان. بعدها بتيجي مجموعه ناس راكبين موتوسيكلات، وبيكون زعيمهم واحد اسمه ديل. وبيقعد ديل يكسر المكان ويقلب في الترابيزات. يغلس ديل على الناس الموجوده في الحانه وبيمسك ايد بنت. دخل بيلي علشان يخلصها، بس بيمسكوا ديل وعصابته بيكونوا عايزين يضربوه. وهنا دالتون بيضطر انه يتدخل وبيقول لبيلي انه يروح يشوف شغله، وبيطلب من ديل انه يخرج بره وانه مفيش داعي للمشاكل وانهم يكسروا